بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة من ماتش اليوم نبدأ حلقتنا على بركة الله، وبداية كلامنا نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى يا جماعة، الدوري ولع من بعد تعثر بيراميدز وفوز الأهلي وتعثر أيضا الزمالك أمس في الماتش اللي كان البنك الأهلي كان بيراهن على الفوز وكان هيفوز. لكن احنا مش جايين نتكلم النهارده عن المباريات دي، احنا جايين النهارده نتكلم عن حاجة مهمة جدا تخص جماهير النادي الأهلي بلا استثناء. بعد ما طلع امبارح محمد سعيد على قناة الأهلي وقال خبر شد جميع الأهلوية في الوطن العربي، قال إن الدوري ولع، وإن يوم 20 الجاي هيكون يوم مناسب لإعادة لقاء القمة. نفهم من كده إن في تسريبات طلعت بتقول إن في إعادة للقاء الأهلي والزمالك في الدور التاني. احنا قلنا من الأول إن دايما الزمالك يمشي في الخسران، دايما الزمالك بيروح للباب الخسران، ده حقيقي، هو كده، وضعه كده، بدليل إن مفيش ملف من ملفات تخص نادي الزمالك إلا والإدارة بتاعته فشلت فيها. وده احنا بنتكلم كورة، لا بنهلل ولا بنعمل أرجوزات ولا بنقعد. في زملكاوية يوتيوبر طلعوا يوم ماتش لقاء القمة مع انسحاب الأهلي، كان من جواهم مبسوطين جدا، فرحانين جدا، وانتوا عارفينهم كويس جدا وكلهم موجودين على اليوتيوب، ولكن بيخبي فرحته نوعا ما. لكن اللي زي حالاتي كده كأهلاوي بيحسها، وانا مش عارف ازاي الناس الأهلاوية معاه على القناة مش حاسينها فيه. يوم ما الأهلي ملعبش لقاء القمة مع الزمالك للأسف كانت الفرحة في عينيه، ولكن بتنقلب الطاولة على الجميع وخصوصا نادي الزمالك. يا جماعة، الأهلي مؤسسة كبيرة وعريقة، عندما تجري في أمر هو من حقها فاعلم جيدا أنه من حقها، وهتطوله وهتاخده. أما الزمالك، الإدارة وصلت الجماهير، أنا للأسف بتكلم على الزمالك كتير مع إن أنا راجل أهلاوي، ولكن أنا بتكلم على الزمالك لجماهير الزمالك اللي المفروض بدأت تتعب من الوضع اللي فيه النادي. الإدارة جاية ما عملتش أي شيء للنادي، بالعكس زودت على النادي، جات على النادي بسبب الإصرار في الأخطاء. هنيجي في إيقاف لنادي الزمالك جديد، ويعتبر الثالث مش التاني، وده بسبب الأمور المالية اللي بدأت تتراكم على نادي الزمالك. أنا ما شفتش نادي في مصر بتساعده الدولة زي نادي الزمالك، ومع ذلك مش عارف يقف على رجليه. هنعمل ايه؟ اللي عشر اللي بياخدوا مساعدات من الدولة نادي الزمالك اديه لأي فرقة تانية، لكن للأسف زي ما بيقول المثل بتنفخ في رب مقطوعة. كل ما بتساعده كل ما بينزل أكتر وأكتر، كل ما بتساعده كل ما بتلاقيش نتائج تسر جماهيره أو تفرح جماهيره. نادي الزمالك طول عمره هو الأعرق بين الأندية هو الأهلي.
المنافسة كانت جميلة، المنافسة في قلب الملعب كانت جميلة بين الأهلي والزمالك، شوية عندي شوية عندك، لغاية ما توالت الإدارات لما جت على نادي الزمالك جت بالفشل، ومع ذلك الجمهور ما خدش باله. الجمهور انحدر ورا الإدارة في إنه يروح يبص على أندية أخرى أو النادي المنافس له وما يعملش حاجة. بيجيب منين، بيعمل إيه، بيسوي إيه، وما بيعملش حاجة. نادي الزمالك في النازل، نادي الزمالك في النازل، ده حقيقة. نيجي بقى لأهم جزئية وأنا اتكلمت فيها، وهي جزئية إن أحمد السيد زيزو اتغرم 200,000 جنيه علشان أدلى بتصريح لواحد قال له أنا تحت أمر نادي الزمالك لغاية آخر يوم في عقدي. يوم السيد أبو واحد السيد آسف يغرمه 200,000 جنيه. الزمالك بيبص إنه إزاي يسلب اللي باقي لزيزو من عقده غرامات، ازاي يطلع يعني هو مش عايز يديله حاجه، لانه هو اصلا. وبعدين يطلع تصريح برضه من الاداره يقول لك احنا عندنا فلوس بوطيب وباتشيكو. طب ما دفعتهاش من الاول ليه قبل ما القيد يقف؟ الشيكات اللي انت بتتكلموا عليها اللي هي الشيكات المفتوحه دي ما دفعتوهاش ليه؟ لا، لغايه برضك دلوقتي لغايه الان يجي نادي الزمالك يقول لك انا معايا فلوس بوطيب وباتشيكو. طب ما تدفعها تصريحات وخلاص. اللي يجنك ان ساعات الزمالك يروح يتفق مع لعيبه واللعيبه دي بتيجي النادي. لما اللاعب بيجي يشتكي نادي الزمالك انا عمري ما بقف مع اللاعب، لان اللاعب شايف، انت يا ابني شايف نادي الزمالك ومع ذلك بتروح تندفن فيه وتطلع بمشكله وتطلع تشكيهم. ده في مؤخرا صالح جمعه بيتكلم لاخوه عبد الله جمعه على ان له مستحقات 25 مليون جنيه. هو في ايه؟ فانا مش عايز حد يجي يقول الاهلي الاهلي الاهلي، مالكش دعوه بالاهلي. الاهلي هيفضل مكمل في طريقه، هيفضل ماشي في طريقه. الزمالك ايه؟ الزمالك عشر اللي بياخده من المساعدات والمسانده الكامله سواء من الاتحاد او الرابطه، اديله عشر نادي تاني هيقف وهيرجع. اللي نادي الزمالك معتمد على كده، يغلط ويلاقي اللي يسانده جماهيره. في مقولة قريتها على صفحات التواصل الاجتماعي عجبتني أوي. المقولة دي بتقول إن بيراميدز اشترى كل شيء بالفلوس إلا جماهير الزمالك، خدها ببلاش. وده ليه؟ عشان الإدارة بتاعته. لما يطلع عضو بارز في الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة نفسهم بيطلعوا وعلى السوشيال ميديا وعلى صفحاتهم الخاصة وبيساندوا بيراميدز، توجيه 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 للجماهير بانها تسند بيراميدز. انت عايز ايه تاني؟ كل ده عشان جماهيرك ما تجيش تقول لك انت ما بتجيبش صفقات ولا بتجيب لاعيبه ولا بتجيب مدير فني زي الناس، تقوم تشحن جماهيرك في اشياء هم ما لهمش دعوه بيها. هو كل اللي هو عايزه جمهور نادي الزمالك ايه؟ يفرح بناديه، يفرح بالكيان اللي بيشجعه. انا اتكلمت كتير قوي على الزمالك، ده حقيقه، انا اتكلمت كتير على الزمالك مع اني اهلاوي، ولكن وضعه مش وضعه هو، وضع الاداره، وضع الاداره الحاليه.
وطبعا ده تراكم من الإدارة السابقة، ماشيين على النهج بتاعهم، واختلاف الأشكال فقط لا غير. ليه؟ عشان إيه؟ بالله عليكوا عشان إيه؟ جماهير نادي الزمالك لازم تفوق. من أول يوم إن اتقال فيه إن لقاء القمة ده مش هيتعاد، وأنا بقول إنه هيتعاد، لأن الأهلي على حق. في خطابات رسمية بتقول إن التلات ماتشات هيتلعبوا بحكام أجانب، الأهلي والزمالك، والأهلي وبيراميدز، والزمالك وبيراميدز. كان في خطابات رسمية، وأنا على موقفي من ناحية آه، آه، الزملكاوي حماد أمان. من يوم ما مسك أو دخل في إدارة ومسك كمان المنتخب وكل شيء في النازل، حازم حماد أمان، حازم حماد أمان. من يوم ما بقى عضو في اتحاد الكورة، من يوم ما دخل رابطة الأندية، من يوم ما كان مسؤول عن ملف المدير الفني للمنتخب، وكل شيء في النازل. ده رأيي، ده رأيي أنا، ده وجهة نظري أنا. من يوم ما دخل اتحاد كورة في الأول، من يوم ما مسك ودخل في رابطة أندية، من يوم ما كان مشرف ومسؤول عن المنتخب ومجايب المدير الفني، هو سبب نزول حتى المنتخب. عشان ما تبقاش تيجي تخش في مين يجي من الزمالك ومين يجي من الأهلي، انت بتخش فيها برضه، ودي احنا عارفينها كويس جدا. ولكن للأسف الناس الكبيرة والخبرة محدش حد بقى بيستعين بيهم. ونيجي لحاجة تانية يا جماعة. طبعا ماتش امبارح بين الزمالك والبنك الأهلي، وده على غرار الماتش اليوم من قناتكم ماتش اليوم. البنك الأهلي كان أقرب للفوز، في 20 دقيقة، 20 دقيقة في الشوط الأولاني الحكم ما حسبش ضرب فاول لصالح البنك الأهلي. 20 دقيقة الأخوة. وتيجي تقول لي دونجا. سيف الدين الجزيري. مين كان بيلعب؟ انت شايف كان مين بيلعب مين بيلعب في الزمالك امبارح؟ مفيش الا واحد، عبد الله السعيد، هو الوحيد اللي بيلعب. الراجل داخل على 40 سنة وشايل فرقة كاملة. لما بيغيب تأثير شديد جدا جدا في خط وسط نادي الزمالك. مبقاش فيه ربط نهائي بين هنا وهنا. لكن على العموم أنا بقى مبسوط جدا إن أسمع خبر زي إعادة لقاء القمة. أنا كنت مراهن عليه وكنت متأكد منه، لأن الحق دايما مع الأهلي. الأهلي ما بيمشيش فيه
ملف لما يكون هو متأكد إن هو على صواب، على صح. عملنا احنا ايه بقى؟ بالعكس، الزمالك بدأ يفقد نقاط في ماتشاته. يا جماعة، يا جماعة، إذا كان الزمالك بيتكلم في خصم ال3 نقاط آخر الموسم، قدر إن هو مخصوم منه ال3 نقاط، هتبقى تالت برضك بوضعك ده. يعني حتى واحنا بنشيلك 3 نقط انت ما انتش عارف تكسب. انت كسبت ماتش الاهلي اللي ما لعبوش، ومع ذلك انت برضك تالت مش تاني. فانا برجو من الناس، جماهير نادي الزمالك، انها تركز شويه مع الاداره، تشوف الاداره دي بتعمل ايه. مالكش دعوه بالاهلي، مالكش دعوه ببيراميدز. بيراميدز اللي انا كاره انه ياخد مكانك. انا فعلا كاره انه ياخد مكانك. يمكن مش عارف، يمكن عشان اتعودت ان انت الوسيط بتاعي، مش عارف. يمكن انا اتعودت على طول ان الزمالك هو التاني دايما، مش عارف. ده تعود. بص لنفسك النهارده، انت بقالك 23 سنة ما وصلتش لدوري ابطال افريقيا. بقالك 3 اعوام بتلعب في الكونفدرالية لغاية ما بتجيب لنا فرق اول مرة نسمع عنها يا اخي، ومع ذلك بتطلع على ايديهم. انت ما خدتش الكونفدرالية، ده انت طلعت على ايديهم. سمبليبوش ولا امبليبوش ولا ايه ده؟ ده انت نادي الزمالك. الله. إدارة عجيبة وإدارة غريبة ماسكة نادي الزمالك. ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه يوصل للدرجة دي؟ ده أنا يا راجل لما الأهلي بيلعب وحش بطلع أنتقد. الراجل كان معايا جايب لي 11 بطولة، لما حسيت إنه مكتف الفرقة قلت مش عايزه على كولر، مش عايزه. الأهلي عمره ما اتعود إنه يلعب دفاع، عمره ما اتعود إنه يلعب دفاع، لدرجة إن هو لما كان بيجي عليه هجمة ما يكمن هو واقف دفاع ما بيعرفش يتصرف، لأن هو مش متعود إنه يلعب دفاع. ولكن كولر كان موقفه دفاع، كان بيلعب 7 دفاع. ايه ده؟ قلنا مش عايزين، مع ان راجل جايب 11 بطولة للنادي الاهلي. لان انا كل اللي يهمني النادي الاهلي، النادي، مش اي حد. حتى لو لاعب قصر، حتى لو في لاعب قصر، لكن انت عندك المساوئ في نادي الزمالك. ما تجيش بقى لما يبقى في احكام بالحق واحكام تطلع بالحق انت تعترض. يا راجل، ده انت طلعت ميدو يقول الحكام المصريين عليهم عسل وطحينة. اللي انت النهارده بتعاني منه، يعني انت بتعاني من الحكام المصريين. عنادا في الاهلي يطلع يقول الحكام المصريين 10/10، الحكام المصريين 100/100. اشرب، اشرب يا عم، اشرب يا سيدي. حكام مصريين في ايه؟ على يا راجل، ده اوعى اتعملت نص الليل. نص الليل ايه؟ ده الفجر، والاهلي قال لا اعتراض. اوعى اتعملت 5 الفجر والاهلي ما اعترضش. لكن تغير في بند في خطابات رسمية فيه بإن اللي يدير اللقاء حكام أجانب،
وانت ما جبتش حكام اجانب وعايز نلعب الماتش؟ ويطلع ساعتها الزمالك، اللجنه ورئيس الاتحاد المصري والاتحاد كله 10 على 10، كله تمام التمام، كله زي الفل. اديك بتعاني من الحكام المصريين، اديك بتعاني منه. بس هو برضك انت ما تجيبش السبب برضك، السبب كله حكام. انت فرقه تعبان، انت فرقتك تعبان. ده في ناس بتيجي تتكلم بتقول لي ايه، هو انت ماسك الزمالك عشان زعلان عليه يا اخي؟ زعلان على العالم اللي ماسكه النادي دي؟ لا، فعلا. بيراميدز اشتروا كل حاجه بالفلوس الا جماهير الزمالك خدوها ببلاش. دي حقيقه، دي حقيقه. الجماهير من كره للنادي الاهلي تشجع بيراميدز. ايه ده؟ لا، ده بتشجع اي فرقه تبقى قدام الاهلي. يخرب بيتك يا اخي، ايه يا عم في ايه؟ طب وانت سيادتك عامل ايه دلوقتي كزملكاوي مع الفرقه اللي معاك دي، مع الاداره اللي معاك دي، مع الاعلاميين؟ ده انا شفت مقدمه برامج في نادي الزمالك ومعاها ضيف، انا عمري ما انسى، عمري ما انسى اللقطه دي. لابسين تيشيرت سان داونز، لابسين التيشيرت بتاع سان داونز في قلب البرنامج. انا بقول ان ماتش ان شاء الله القمه هيتعاد، حتى لو انا اخسره، هنخسر التلات نقط في ارض الملعب، التلات نقاط دول هتخسرهم في قلب الملعب، ما اخسرهمش بره. فانت خليك زي كده وقول يا عم لا، ده انا لما اجي اكسب التلات نقط اكسبهم في الملعب، ولا ايه؟ يا راجل ده غرامه احمد زيزو 200,000 جنيه عشان الراجل بيقول انا تحت امر نادي الزمالك لاخر يوم في عقدي. يوم عبد الواحد السيد مغروم 200,000 جنيه. يلا شيل من اللي علينا، زيح يا جدع من اللي علينا يا جدع. ايه يا عم في ايه؟ ايه الدنيا دي؟ يا جماعة ما تجريش في الباطل، ما تسوقش ورا الباطل، الباطل في الاخر بيقف، ما بينجحش، ما بيبقاش له بصمة، ما بيبقاش له ذكرى. الاهلي تعب على قد ما تعب، اللي وصل اللي هو فيه. انا حزين على نادي الزمالك حقيقي. وصل لمرحلة انه بدأ يختفي، بدأ ما يبقاش فيه حاجة اسمها نادي الزمالك. ليه؟ ده نادي كبير يا جدعان، ده نادي كبير. انا بقدم المحتوى بتاعي متأثر شوية عشان نادي الزمالك، ما بتنططش، ما اعملش غبوس، نقدم الموضوع من كافة جوانبه. إن كنت وصلت معايا لغاية هنا، يا ريتك دعمك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصل لك كل جديد، وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.